السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دايما بندور لكم على كل جديد. النهاردة هنعمل حاجة حلوة، صينية كده بالجلاش والكريم كراميل. هتطلع كده حاجة جميلة جدا وحاجة مستحدثة وما عملناهاش قبل كده. تحفة جدا، هتعجبكم. اسهل من كده مفيش، ومكونات كلها بسيطة وسهلة، وهتعملي احلى صينية حلويات. قبل ما ندخل في التفاصيل، اعملوا لنا لايك واعملوا لنا شير واعملوا كومنت حلو كده يشجعنا، ونصلي كلنا على النبي ونبدأ. قطعت لفة الجلاش زي ما كلكم شفتوا، دهنت الصينية وبدأت أحط شوية الجلاش متقطعين عليهم كذا معلقة سمنة سايحة جنبي. أيوة، حاطة كده السمنة سايحة جنبي 3 معالق كده كبار، سيحتهم يا دوب ساحوا بس. وبدأت أحط على طبق طبق كده لحد ما خلصت الطبقة الأخيرة. جبت كوبايتين من الحليب وكيس كريم كراميل. خدت البودر بتاع الكريم كراميل وحطيته على الحليب وهو بارد، وحطيت معلقتين من الكريم شانتيه، عليهم 6 معالق من السكر، وحطيت فانيليا. طبعا الريحة والطعم هيكونوا رائعين. مش هحطها على النار خالص. الخلطة اللي انا عملتها السائلة دي، حطيت بقى الصينية على ما وضبط كل ده في الفرن. ادتني زي ما انتم شايفين كده قرمشة جميلة وحلوة قوي. طبعا اللبن بارد مع الصينية طالعة مقرمشة من الفرن. بدأت اسقي بيها، وحطيتها كمان 10 دقايق في الفرن. حطيت الكيس الكريم كراميل، الكراميل بقى نفسه اللي بيبقى مع الكريم كراميل على الوش كده. عمل طبقة حلوة قوي، هتعجبكم جدا. جربوها يا جماعة، طعم رائع. دي بعد ما طلعت من الفرن، يعني انا حطيت السائل وحطيتها في الفرن 10 دقايق، اتشربت كلها مع بعضها كده وبقت كلها طعم واحد. هنقطعها زي قطع البيتزا او تقطعيها مربعات صغيرة زي ما انت عاوزة. لايك يا جماعة، لايك، ما تنسوش اللايك. هندوق بقى ونشوف مع بعض كده الطعم ايه، يعني مودي فين وكده. بنسقعها على فكرة. دي أكلة أو تحلية بتتاكل باردة. بردتها بقى وسقعتها كده وبدأت أكل منها. ايه ده، مش عايزة أخلص القطعة.